يسعد أوقاتكم المامونية. العيارات نفس الكاسة أو نفس الكوب أو نفس الفنجان، رح نشتغل بكل شي، المي، السكر، السميد. من نفس الكوب اللي معي حاطة 6 مي، ضفت عليهم 2.5 سكر. رح أحطهم على نار الوسط بالغاز اللي جنب، وهون رح أبدأ مع معلقتين سمنة ونفس الفنجان أو نفس الكوب سميد خشن. رح أضيف السميد على السمنة بعد ما حميتها، ورح ضل أقلب السميد وقلبه ليتحمص عندي ويتغير لونه. طبعا بهالأثناء عندي السكر مع المي واللي هو بصير القطر عم يغلي، يعني بيستوي بنفس الوقت. هون عندي السميد بدأ يتحمر ويتحمص وصار عندي بالشكل اللي شايفينه. رح أبدأ بعد ما غلي معي المي أو القطر، رح أبدأ أضيف المزيج اللي هو السميد مع السمنة على القطر. بعدها رح أتركهم مكشوفين من غير ما أغطيه قريب 5 دقايق على نار وسط. هيك شكل المامونية بعد 5 دقايق. طبعا هون رح أطفي الغاز وغطي الطنجرة واستنى لبعد 10 دقايق لربع ساعة، رح يصير جاهز للسكب. بهالأثناء ما أني ما عندي جبنة شلل، فقليت شوية جبنة مع زيت الزيتون وحبيت أدمى مع هالجبنة. بعد ما جهزت الجبنة وجهزت القهوة، هون صارت عندي المامونية جاهزة وصار لازم أني أسكبها. بعد السكب مباشرة زينتها بالقرفة وحطيت لها شوية قشطة الجيمر، جبتها جاهزة من الماركت. طبعا لو نوجد الجيمر البلدي أكيد ألذ، وبتزينوها بشوية فستق حلبي إذا بتحبوا. صحة وألف هنا.